ليلة غير عادية في لندن، ليلة سقط فيها الملك من على عرشه. ريال مدريد، الفريق اللي اعتاد إذلال خصومه في أوروبا، تذوق مرارة الهزيمة بثلاثية لا تنسى. منذ صافرة البداية أرسنال كان واضح ما جاي يتفرج. ضغط عالي، سرعة في الانتقال، قتالية من الدقيقة الأولى. الدقيقة 58، رايس يقف خلف الكرة، يسددها بكل ثقة. هدف أول ناري من ركلة حرة مباشرة. حارس مدريد واقف يتفرج، المدرجات تنفجر. ما اكتفى رايس، بعد 12 دقيقة فقط نسخة كربونية من الركلة الأولى. صاروخ ثاني يعانق الشباك، وصدمة في عيون لاعبي مدريد. الدقيقة 75، تمريرة ساحرة واستلام مثالي من ميرينو، ثم تسديدة دقيقة. بسكن الكرة في الشباك والميرينجي على الأرض. لو نحلل المباراة، أرسنال كان موزون، منظم، شرس، عرفوا متى يضغطوا ومتى يفتكوا الكورة. في المقابل، مدريد افتقد الشخصية، اللمسة، وردة الفعل. الأطراف كانت ميتة، وفينيسيوس معزول كلياً. أنشيلوتي تأخر في التغييرات، ومودريتش ومبابي طالعين من أجواء المباراة. أرتيتا كان أذكى تكتيكياً، وفرض أسلوبه من الباب الكبير. في الختام، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، واكتب لنا في التعليقات هل تعتقد أن الريال يقدر يقلب الطاولة في الإياب؟